ليه عايزه الثوره دي اساسا يا أخي؟ نفس الكلام برضه. الثورة مش هتحقق أهدافها إلا لو الشعب اشتغل. لا طبعا. الحقيقة ألف التعليق. أنا السودانية ماليش في الكلام ده. حسني مبارك براءة، أحمد عز هيترشح تاني. لا. الرجالة راجعة اللي نهبت البلد واللي جابت الأمراض للبلد واللي شلت البلد واللي طلعت من كل حاجة للبلد راجعين تاني وبفلوسهم بنفوذهم بحالهم بمالهم. مبارك ما كانش يتحاكم ولا كان يتحط دقيقه واحده في السجن. الراجل قعد 30 سنه. احنا صراحه هو جه في اخر 10 سنين اللي هو ساب البلد للي وراه هم اللي ضيعوها، بس هو الراجل ما كانش يستحق اي حاجه. أنا ما أطلعش مظاهرات، أنا أركز في شغلي وأركز إن أشتغل كويس عشان البلد تقوم، وده اللي يخلي كل واحد ياخد حقوقه. أكيد لازم يكون في مظاهرات، ده إن ما كانش في مظاهرات الشعب ده يتدفن بقى في التراب. مش منزل مظاهرات أصلا. 25 يناير حققت طلباتها ولا حققت اي حاجه، ولا هي كانت ليه عايزه الثوره دي اساسا يا أخي؟ محقق الشهداء ما جاش. ذات نفس الشهداء اللي ماتوا دول، يعني أنا مش فارق معايا 6 ابريل. احنا عايزين استهداف البلد بس، عايزين راحة، مش عايزين كل شوية مشاكل حرام. هو أنا مش هنزل بصراحة. بجيب لحم من الآخر. بس يبقى لازم نتصرف كلنا واحد، ما ينفعش واحد يروح طالع من دماغه ل 6 ابريل هننزل نعمل مظاهرات وهو مع نفسه كده. لازم كلنا نبقى مع بعض متفقين على هدف واحد، وده اللي ما اتحققش في ثوره يناير. لا انا مش من عمل برضه، مش مع المظاهرات يعني. اللي لازم نعمله كبلد إن إحنا نشتغل كتيم وورك، إن إحنا نشتغل إزاي ننمي الاقتصاد بتاعنا، وساعتها نصيب كل واحد مننا هيكبر. لكن لو قعدنا نركز إن كل واحد عايز حتة أكتر، عايز حقوق فئوية، عايز كده، البلد عمرها ما هتقوم. والله هو أنا شايف إن أغلب الشعب أصلا كان ضد الثورة، إن هو راضي باختصار كده بالذل، بس ده يعني إجابة شاملة يعني حتى 25 يناير اللي هي 2011 كان أغلب الشعب ضدها. والله يا بنتي أنا هقول لك على حاجة، أنا ست ولية صعيدية، فهمتي حضرتك؟ مش متعلمة زيكم، معرفش أكتر من كده، أكتر ما قلت لك معرفش.